ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض اكله لذيذه. انا عن نفسي بحب الاكلات دي قوي، انا بحب الاكلات اللي فيها الصوصات والجبن، بعشقها. هنعمل النهارده مع بعض طاجن المكرونه بالسجق بسيط. تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا عندي معلقه زيت كبيره، محضره بقى السجق بتاعي. اول ما الزيت بتاعي يبدا يسخن كده شويه هبدا انزل بالسجق بتاعي وافضل اقلب في السجق كده لحد ما السجق يبدا ياخد لون معايا. محضره بصلايه وسط مقطعاها مكعبات صغيره، هبدا انزل بالبصلايه بتاعتي وابدا اقلب فيهم شويه كده مع بعض، تقريبا حوالي دقيقتين 3 يعني. محضره بقى فلفل، طماطم، اي حاجه انتوا بتحبوها ممكن تضيفوها. ممكن نضيف فلفل الوان، فلفل سبايسي لو انتوا بتحبوها تبقى مشطشطه شويه. بدات بقى انزل بالفلفل، خدت تقلبتين، نزلت بالطماطم هقلبها برضو تقلبتين كده، وهبدا انزل بالصلصه بتاعتي بتدي لون حلو قوي. معلقه كبيره من صلصه الطماطم، هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. ومش عايزه اقول لكم الوقت ده الريحه تجنن، حلوه قوي. السجق مع الخضار بقى والتشويحه فظيع يا جماعه، يتاكل كده من غير حاجه. قلبتهم كويس بقى مع بعض. عندي ميه مسخناها حوالي تقريبا معلقتين 3، انا مش محتاجه اكتر من كده. هبدا بقى انزل بالميه بتاعتي وهبدا اضيف التوابل. طبعا السجق معروف ان هو متبل مش محتاج توابل، بس بما ان انا ضفت صلصه وضفت خضار فمحتاجه ان انا اضيف توابل بسيطه يعني. ضفت تقريبا من كل حاجه حوالي ربع معلقه، ربع معلقه ملح، كمون، كزبره، فلفل. وهبدا بقى احطها على نار هاديه خالص تقريبا حوالي 10 دقايق عقبال ما اجهز البشاميل بتاعي. حطيتها بقى على النار هاديه خالص ونحضر مع بعض البشاميل. عندي معلقه سمنه على زيت كده كبيره، عندي تقريبا حوالي معلقه او معلقه ونص تقريبا دقيق. هبدا انزل بالدقيق بتاعي، وخلي بالكم لازم الدقيق نفضل نقعد نقلب فيه كويس جدا عشان ما يكلكعش معايا. هفضل بقى اقلب لحد ما الدقيق يبدا ياخد لون معايا، يبدا لونه يتحمر الدقيق بتاعي. ضفت شويه فلفل بيدي ريحه حلوه قوي وبيدي نكهه حلوه قوي برضو للبشاميل بتاعي. عندي تقريبا حوالي كوبايه ونص لبن. بدأت بقى اضيف اللبن بتاعي وعلى طول ايدي يعني مستمرة في التقليب عشان القوام بتاع البشاميل يبقى واخد قوام حلو قوي معايا، وفي نفس الوقت البشاميل بتاعي ما يكلكعش مني. انا عندي معلقة جبنة مطبوخة، اي نوع جبنة عندكم ممكن تستغنوا عنها، ممكن نستغنى عنها مفيش مشكلة، بس بتدي تيست حلو قوي للبشاميل. وهفضل بقى اقلب كويس جدا لحد ما البشاميل يبدأ يتقل معايا وياخد القوام اللي انا محتاجاه. وبدأت بقى اضيف الملح بتاعي عشان اظبط الحدق بتاع البشاميل بتاعي، وهفضل بقى اقلب فيه كده لحد ما ياخد القوام اللي انا محتاجاه. بصوا ده بالنسبه لي كان القوام المناسب قوي. كده البشاميل بتاعي جاهز والسجق خلاص بقى جاهز معايا. هبدا بقى اضيف المكرونه بتاعتي. انا كنت سالقه تقريبا حوالي كيس مكرونه 400 جرام. هبدا انزل بالمكرونه واحده كده، واحده واحده، ونفضل نقلب فيها لحد ما تشرب من السجق والصوص بتاعه، وكده تبقى المكرونه جاهزه معايا. وفي الوقت ده عايزه اقول لكم ان هي تتاكل كده من غير اي حاجه، طعمها حلو قوي بجد. ممكن طبعا نضيفها على فكرة في الطاجن كده ونضيف عليها شوية جبن وندخلها الفرن تاخد لون بس، وتبقى كده حلوة قوي. ممكن نعملها كده، ممكن نضيف بشاميل. طبعا دي حاجة اختيارية على فكرة. هبدأ بقى اضيف البشاميل بتاعي وابدأ اقلب كده عشان اتأكد كده ان الصوص دخل في المكرونة مع السجق وكله شرب مع بعضه كده من بعضه. عندي بقى محضرة الجبنة الموتزاريلا بتاعتي، هبدأ اضيفها ويبقى كده الطاجن بتاعي جاهز ان هو يدخل الفرن. انا بقى هبدأ اشغل الفرن بتاعي تقريبا حوالي ربع ساعة ويبقى جاهز معايا. بصوا حلو قوي. هدخله الفرن بقى، وده كان شكله بعد ما خرج. بجد شكله وطعمه حلو قوي. مستنيه طبعا ان انتوا تجربوها وتقولي لي رايكم فيها. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. مستنيه طبعا رايكم وكومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير. كل سنه وانتم طيبين.